لقيت النتيجة ازاي بعد العملية؟ لا، بعد العملية بأمانة ربنا والله 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 بعد العملية 100. حتى أنا كنت تعبان ساعة قبل العملية نفسيا، كنت خاسس وجسمي خس يمكن النص. فبعد العملية ابتديت آكل وكنت أنا حتى قبل العملية ما كنتش أقرأ قرآن. جاتني صدمة نفسية بعد العملية ولله الحمد. أما أقرأ قرآن كويس دلوقتي أحسن من الأول، واما اكل احسن من الاول، وزدت يعني يمكن مش هقول لك 50-60%. لا ربنا. يلا اتفضل، يعني قول لي اسمك وبتشتغل. انا اسمي محمد محمود محمد احمد من محافظه. انا كنت مدرس في الازهر الشريف وطلعت على المعاش. جميل. كان ايه المشكله في عينيك؟ المشكله انا عملت عمليه ميه بيضاء في جده تبع التامين الصحي، ما وعيتش ابدا من العين. فكشفت عند دكتور خاص بره، قال لي عندك القرنيه باظت. باظت من ايه يا دكتور؟ قال لي عيب عمليه. فالتجأت تاني طبعا للتامين الصحي وحولوني من هنا الى مصر، وجيت التامين الصحي بتاع مدينه ناصر وحولوني على مركز الدرة التخصص العيون بمصر الجديده. وربنا كرمنا بالدكتور هشام غريب، وبامانه ربنا كده الراجل خدمنا لوجه الله، عمل لي عمليه نجحت 100%. دي انت كان النظر قد ايه قبل العمليه؟ كان صفر، ما فيش نظر نهائي. طب انت عارف عملنا عمليه ايه؟ قالوا لي زرع قرنيه بالعين او ترقيع قرنيه بالعين اليمنى. احنا عملنا زرع قرنيه طبقي خلفي، يعني غيرنا الخلايا الداخليه للقرنيه اللي كانت مسؤوله عن الرشح الشديد اللي جوه القرنيه. اللي هو الدموع. العمليه كانت سهله ولا صعبه؟ والله ما حسيت باي حاجه يا دكتور، بامانه ربنا يعني. كانت سهله جدا. قعدنا قد ايه في العمليات؟ حوالي يمكن نص ساعه تقريبا. لقيت النتيجه ازاي بعد العمليه؟ لا، بعد العمليه بامانه ربنا والله 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 بعد العمليه 100. حتى انا كنت تعبان ساعه قبل العمليه نفسيا، كنت خاسس وجسمي خس يمكن النص. فبعد العمليه ابتديت اكل وكنت انا حتى قبل العمليه ما كنتش اقرا قران. جاتني صدمه نفسيه بعد العمليه ولله الحمد. اما اقرا قران كويس دلوقتي احسن من الاول، واما اكل احسن من الاول، وزدت يعني يمكن مش هقول لك 50-60%. بامانه ربنا يبارك فيك وفي اولادك وفي امثالك اللي يكون عندهم ضمير يعمل عمليات. الله يكرمك. رغم ان عمليه تامين صحي، الناس تقول لك التامين الصحي عمليات مش عارف ايه وبتاع، ورغم ان دي عمليه كبيره قرنيه يعني من اصعب العمليات، ولكن والله برضه الدوله مشكوره بالنسبه للتامين الصحي، بس للناس الممتازه اللي بتعمل العمليات دي بضمير. الحمد لله. في اي حاجه تحب تضيفها بالنسبه للعمليه؟ والله لغايه دلوقتي من بعد ما عملت العمليه لغايه دلوقتي لا صداع ولا رشح ولا دموع ولا تعب ولا اي شيء، بس ماشي بالعلاج اللي هو مديوني الدكتور بالمظبوط. الحمد لله. هي المشكله يا حاج محمد ان احنا الخلايا الداخليه للقرنيه كانت اتاثرت بشده مع عمليه سابقه بتاعه الميه البيضاء، ودي الخلايا المسؤوله عن ان القرنيه تبقى شفافه. فالرشح الشديد اللي حصل جوه القرنيه كان مغمي على النظر جدا، كنا شايفين يدوب خيال. لما احنا قدرنا نغير بفضل الله الخلايا الداخليه للقرنيه، نحط خلايا جديده في زرع قرنيه طبقي خلفي، المساله فرقت كتير. القرنيه رجعت تاني شفافه، النظر اتحسن زي الاول. الحمد لله احسن. الله يبارك فيك يا شيخ. الحمد لله. فيك وفي امثالك اللي يكون عندهم ضمير. الله يكرمك.